الزمالك وسموح. في يوم مطير الاسكندرية لا تكف عن سكب أمطارها على رؤوس اللاعبين قبل وأثناء وبعد المباراة. تشكيل تخوف منه الكثيرين: عودة شيكابالا بعد غياب كبير، عودة محمد صبحي بعد غياب كبير، البداية بسيف الدين الجزيري، اللعب بارتكاز صريح واحد بس اللي هو دونجا. ورغم مناداتي بذلك الأمر سابقا لأن أنا كنت متخوف، ولكن بالفعل كان ما طرحناه هنا بالأمس في تحليلنا للمباراة والتشكيل ببقاء عمرو السيسي على دكة البدلاء واللعب بثلاثة في عمق دفاع الزمالك هو أفضل الحلول، وكأن البروفيسير كان معنا ويرعى ما نقول. طلبنا وجود وينج شمال صريح، ولكن النهارده سيد نيمار أجاد واستفاض واستعاد البريق، وكان أحد أهم نجوم المباراة بالفعل. دونجا يعيد اكتشاف نفسه بعد أن خلت له الساحة من لاعب شبيه لأدائه، فأجاد النهارده وكان واخد مهم إن هو يصوب، فكان تصويبه مستمر ويكمل. هو رجله كويسة فإن شاء الله هيعوض الحتة دي اللي كانت في إمام عاشور. سيف كمان رجله قوية جدا، سيف فاروق جعفر، وأول أهدافه مع الزمالك كانت قدام الداخلية، كان من تصويبة من حوالي 40 ياردة. التشكيل النهارده بدأ بمحمد صبحي في حراسة المرمى. محمد صبحي النهارده قدم أداء كويس جدا. ثلاثي قلب الدفاع ماتيب على عملاق، ان النهارده ما خدش حقه من الاشاده رغم انه النهارده قدم لقاء فوق العالمي بمراحل. المغفور له باذن الله محمد افغاني اللي مش قادر يقف على رجله، لكن احنا لسه معاه، والنهارده احنا بنعزيه انه حاول كتير جدا يغلط بس ما فيش غلطات اثرت بهدف. ومحمد طارق المجد المجتهد اللي لولا تدخل حمزة المسلوسي معاه كان قدر يخرج الكورة، وكان ليه 3 محاولات إخراج للكرة في نفس الوضعية دي قبل كده مع الزمالك في بداياته. سيد نيمار بيلعب اللي هو الهاف اليمين المتأخر والباك الشمال المتقدم، بفكر مانويل جوزيه اللي كان بيلعب 5-3-2 في حالة الدفاع تعود إلى 3-5-2. التاني هنا كان الصريح بتاعه أحمد سيد زيزو، لأن سيد نيمار كان منطلق بطول الخط وعرضه، أجاد المرة دي بجد وعمل روتيشن عالي قوي في المركز مع أحمد سيد زيزو. العمر مجرد رقم في البطاقة يا شيفو، كلمة حاتم بطيشة، والنهاردة أثبتها بجد العملاق محمد عبد الشافي، الخلوق محمد عبد الشافي، اللي بيستلم الكرة تحت ضغطه وكأنه في نزهة ويسلمها لزملائه وكأنه في فرحة وكأنه بيلعب مباراة ودية تحت ضغط، ولا بيهمه خبرات السنين، استغل لمصلحة الفريق. جميع الكور طبعا منه عالية، خروج بالكرة ممتاز، ولا أجمل من كده ولا أروع. قلنا دونجا أجاد واستفاض بأمانة النهاردة. سيف فاروق جعفر هو العملاق، عملاق المباراة، مان اوف ذا ماتش، وبالفعل يستحق اللقب ويستحق التكريم في الملعب. أما شيكابالا فخلصت فيك كل الكلام، وكلما ظن الجميع أنك قد انتهيت تخرج للجميع وقد خرج لسانك من فمك لتشيح به وتلوح به للجميع. أنتم تجهلون عنبري، أنا الذي كلما تقدم الزمن بي أنبري، فأباري من أراد مباراتي فأغلبه. أنا شيكابالا والمسك لوني، أنا ابن النيل الذي يعف، الذي يفشل كل خبراء الكرة في وصفه. أنا من أتيت من الله، أنا من أتيت من الله بمنحة هي عبقرية الأداء وكرة القدم التي لا تضع. وعدالة السماء نزلت على استاد برج العرب حينما فشل أحمد سيد زيزو في إحراز ضربة جزاء من وحي خيال إبراهيم نور الدين، وبعد ما راح للفار لقى نفسه اتحط في مصيبة.
هو أراد تعطيل الفرصة بعد ما ظن إن أحمد سيد زيزو على ما شاف أو على مشارف أو على شفا إحراز الهدف. فلما راح لتقنية الفيديو شافها من كل الزوايا مش ضربة جزاء، فلقى نفسه في مصيبة. اللعيبة هتاكله بأسنانها، لأن كان ساب زيزو شاطها وبعد كده رجع للخطأ. لا، هو عطل فرصة أكتر من واحدة. انفراد صريح من زيزو بالمرمى والحارس نايم على الأرض، علشان خاطر يحسب ضربة جزاء الفار هيلغيها، فاضطر إنه يحسب ضربة جزاء من الظلم، والظلم عنوان لها، فأهدرها أحمد سيد زيزو ليفوز الزمالك بالحلال، والحلال فقط هو ما يرضينا. الحلال فقط هو ما يرضينا. مجهود مقبول من سيف الدين الجزيري، حاول واجتهد، أي نعم بنسبة 75%، ما كانش مجد تمام، ولكنه حاول واجتهد، فليه التحية. وبرضه مساندة زيزو كانت على طرف من الأطراف وليست في العمق، وهو ما زال سيف الدين الجزيري ينتظر رقم 10 للمعاونة، نتمناها مع أحمد بالحاج إن شاء الله، أو ياخدها سيف فرو جعفر، هو يقدر يجيد فيها. قلنا إن سيف يقدر يلعب 8 أو 10. التغييرات النهارده لم تؤت ثمارها، ولكن ارتاح عبد الشافي بنزول عبد الله جمعة، اللي واضح من الكهرباء اللي كانت عنده النهارده في الملعب انه عاوز يعمل حاجه. واحنا دايما مع المجتهد، احنا دايما مع المجتهد. الحمد لله على السلامه حمزه المسلوسي، معك وندعمك حتى اخر لحظه في عقدك. وانت لعيب محترم بلا مشاكل، لعيب طيب، لعيب جدع، لعيب مجتهد. يمكن الظروف اللي انت جيت فيها هي اللي ما ساعدتكش تعمل شيء. كنت اتمنى حد من الاجانب ينزل النهارده، ولكن اعتقد يعني ان دي رساله مضمونها ان هم مش هياخدوا حظ تاني مع الزمالك. الزمالك النهارده كسب لعيب كبير عملاق اسمه سيف فرج جعفر، كسب متيب وعلى العوده لمستواه، محمد طارق نجم جديد على الطريق. ان شاء الله بعد فك القيد نشوف احمد بالحاج وناصر منسي ومعاهم محمود شبانه. تقييمات النهارده: محمد صبحي 7/10، عنده صدتين 3 مباشرين، من ضمنهم الكرة اللي صد على مرتين ورجعت له في ايده، شكلها مش حلو، لكنه تصدى وكان واقف بثبات في حاجات كتير. ثلاثي خط الظهر متيب 9 مقفولة، محمد طارق 8.5، عبد الغني 7، عبد الشافي فوق التقييم، سيد نيمار 9، دونجا 8 النهارده، وده احسن كتير جدا من الماتشات اللي قبل كده. سيف فاروق جعفر 10/10، التحام، مهارة، باص، اسيست، استلام، تسليم 10/10. شيكابالا فوق التقييم، شيكابالا فوق التقييم، ولو تعاون شوية كمان مع سيد نيمار كان فرق كتير. سيف الدين الجزيري 7.5. زيزو كنت هديلك 7.5، لكن هديلك